اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيبي الحلوين، وحشتوني كتير من كل مكان بتشوفوني فيه. انا جايه لكم النهارده بفكره حلوه قوي وفكره رخيصه، وهتصلح لنا الهدوم اللي كانت مليانه وبر عندنا في البيت ومش عارفين نعمل فيها ايه لان شكلها بيبقى مش كويس. لايك وشير وكومنت حلو على الفكره الحلوه ديت. ادعموني يلا يا بنات. طبعا عندنا ملابس كتير بنجيبها وبتبقى غالية، وبنغسلها مرة او اتنين ونتفاجئ بعد الغسيل بيطلع عندنا وبر كده وشكله مش ظريف ولا حاجة. انا مش عارفة التصوير مبين الوبر اللي في القطعة اللي قدامنا ديت ولا لا. فطالع اليومين دولت مكنة بتاعت ازالة الوبر من الملابس، في منها الاصلي وفي منها التقليد. الاصلي بتاعها غالي والتقليد سعره يعني متوسط، بس الصراحة الاتنين الاصل والتقليد ملهمش اي لازمة خالص، مش بيعملوا حاجة. انا جايبالك حل سهل وبسيط جدا ب5 جنيه. هي ايه؟ مكنة الحلاقة. تجيبي مكنة حلاقة ب5 جنيه، اي نوع مكن حلاقة عندك، بس تكون استخدام جديد، يعني اول مرة هتفتحيها. كل ما المكنة كانت حامية كل ما كان الاداء بتاعها احسن. بنجيب المكنة ونيجي على المكان اللي فيه الوبر كده. عايزة اقولك الجاكيت ده فيه وبر كتير بس مش عارفة الاضاءة مش مبيناه. وتقومي جايبة المكنة وتحطي حسب اتجاه الوبر اللي موجود فيه، هتلاقيها بتشيل معاكي الوبر بكل سهولة خالص. شايفين بينطف ازاي؟ بيتكون لي اهون زي ما احنا شايفينه كده، قطع زي الفتل كده، صغيرة. استخدام المكنة دي بجد بجد حاجة خطيرة جدا، حاجة خلت الحتة اللي انا عملتها بقت نظيفة ومفيهاش اي وبر. نروح نعمل في مكان تاني. انا عايزة ابقى قاعدة بدور على حتة تكون باينة في التصوير. الحتة دي مليانة برضو وبر اهيت، مليانة وبر اهيت. هنجيب المكنة وهنحط بالمكنة، ما تخافيش المكنة مش هتقطع الملابس ولا اي حاجة، هي هتشيل الوبر اللي طالع وهتحافظ لك على الملابس. يعني انا بحط جامد، مفيش اي خطورة على الملابس ولا اي قلق خالص. بسم الله ما شاء الله، الحل ده بجد حلو قوي وهيريحك، وهتلاقيها بتجمع الوبر كده وبتشيله بكل سهولة. هي نضفت معايا. هنشوف برضو مكان تاني كده. هنا الوبر يعني يعتبر باين اهون، في اللي هي الحتت البيضة دي وبر اهيت. برضو نعملها بالمكنة. ويا ريت بقى لو معاكي فرشة اسنان ما انتيش محتاجاها، كل لما تعملي حتة فيها وبر بفرشة الاسنان نضفي بيها اللموس بتاع المكنة، علشان لما تيجي شايفين الوبر طلع قد ايه، بيطلع بسرعة الصراحة. فشايفين الوبر بقى اللي في الاسنان ده، لو فرشة اسنان تقوم منضفة بيها المكنة كده وتعملي تاني علشان تعمل لك نفس اداء استخدام اول ما استخدمتيها. بجد اختراع حلو قوي. وما تنسوش يا بنات اللايك والشير وكومنت حلو منكم كده، علشان القناة بجد واقعة خالص. وكمان انا الايام اللي فاتت ما كنتش بنزل حاجة، فالساعات كانت عندي بتنزل، النزل عندي ساعات كتيرة قوي. شوفوا نضفتها ازاي. انت بقى شوفي بقى اللي المكنة في ايدك وحيد في ايدك، شوفي الوبرة اتجاهها فين وروحي معاها يمين شمال حسب الاتجاهات بتاعتها، هتلاقيها بتطلع معاكي وتنضف. بقت فل اهي. ده قطع الوبر اللي بتطلع من المكنة. ما تخافيش القماش مش هيتقطع معاكي ولا اي حاجة. وده حل يعني رخيص، اي ماهوش مكلف ولا اي